السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بقى هنعمل قراقيش، ولكن هنعملها صحية. يعني ايه؟ يعني هنعمل قراقيش بدون دقيق، قراقيش فري جلوتين. لو انت بقى عندك حساسية للجلوتين فالقراقيش دي مناسبة ليكي جدا جدا. وكمان شايفين شكلها من جوه عامل ازاي؟ هشة كده وجميلة، كأنها قراقيش عادية بالظبط. انا سبق قبل كده عملت معاكم القراقيش على القناه، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ولكن تعالوا بقى نعمل القراقيش بطريقه صحيه. يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على الرسول، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واول مكون معانا هنحتاج بيضه، بيضه بدرجه حراره المطبخ. هننزل بقى عليها بنقطتين ثلاثه كده بس من الفانيليا. لو حابة تستغني عن الفانيليا مفيش مشكلة، بس انا بحاول اي حاجة فيها بيض لازم احط فيها فانيليا. تمام، فانيليا سايلة او فانيليا باودر. هنحط كمان رشة من الملح، وهننزل كمان بفنجان صغنن او نص فنجان من المادة الدهنية، وهي عبارة عن زبدة او سمنة بلدي او زيت جوز الهند. انا ما كانش عندي زيت جوز الهند فاستخدمت سمنة بلدي عادي، هيبقى جميل جدا جدا وصحية جدا جدا. هنجيب بقى طاسة صغننة ونحط فيها معلقة من الشمر ومعلقة من السمسم، وهنحمصهم على النار، نديهم تحميصة كده علشان ريحتهم تطلع كده ويبقوا مفحفحين كده وريحتها تبقى حلوة معاه. كده انا خلاص عطيتهم كده تحميصة في الطاسة على النار، وشلتهم بقى وسبتهم يبردوا شوية. هننزل بقى بيهم على الخليط ده، وكمان هننزل بقى ببقية المقادير. عندي هنا كوباية من الدقيق الذرة. تمام، الابيض ده دقيق ذرة ابيض، تقدري تستخدمي دقيق ذرة اصفر. وعندي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا المقادير كلها هسيبها لك مكتوبة في صندوق الوصف، دي اقل مقادير انا عاملة بيها. لو انت عايزة تضاعفي الكمية، يعني ضعف المقادير هتديكي كمية اكبر. هنقلب بقى كده لحد لما تبقى عاملة معاكي زي الرملة المبلولة بتاعة البحر بالظبط. خلاص بقى هنشيل المعلقة ونشتغل بايدينا. شايفين القوام عامل زي الرملة المبلولة؟ عايزين نجمع المكونات دي بمعلقتين ثلاثة من المية. انا هنا خدت معايا 3 معالق كبيرة مية. انزلي بالمية اللي عندك واحدة واحدة، علشان ما تطراش منك قوي العجينة. ابدأي لمي العجينة بايديكي بالشكل ده، واحدة واحدة انزلي بالمية لحد لما توصلي للقوام المظبوط بتاعها. طريقتها سهلة جدا، ما بتاخدش وقت. في اثناء ما انت ما بتظبطيها بقى، هتظبطي الفرن على درجة حرارة 180 أو درجة الحرارة اللي بتخبزي عليها الكيك. يعني كل واحد بقى أضرب فرنه، كل واحد عارف فرنه بتشتغل بدرجة حرارة كام. هنجمع العجينة كده بإيدينا، هنلاقيها عجينة لينة بتلزق بسيط في الإيد ولكن متماسكة. شايفين هو ده القوام اللي احنا عايزينه بالظبط. هنحضر بقى صينية تدخل الفرن ونحط فيها ورقة زبدة، أو ممكن تدهنيها بزيت جوز الهند أو زبدة، أو حتة سمنة صغننة كده تدهني بيها الصينية. وهنجيب كيس من أكياس التلاجة ونفتحه كده ونفرده علشان يساعدنا على فرد العجينة. هناخد جزء من العجينة ونبتدي نفرده بين كيسين التلاجة كده، ونبتدي نبططه. احنا مش عايزينها رفيعة قوي علشان ما تتحرقش مننا في الفرن، ومش عايزينها تخينة قوي علشان ما تستويش وتبقى طرية من جوه. لا، احنا عايزينها وسط، يعني ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي. وبالسكينة بقى هنشيل الأطراف ونبتدي نقطعها لقطع متساوية بالشكل ده. وهنبتدي بقى نشيلها بالراحة كده ونبتدي نرصها في الصينية بتاعتنا. أظن سهلة ومفيش أسهل من كده. في الأوقات دي هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180. هناخد بقى الجزء اللي باقي ده اللي هما الأطراف، وناخد عليه جزء تاني من العجينة، ونعيد نفس الموضوع تاني. وحاولي بقدر الإمكان إن كل السمك القراقيش تطلع معاكي بسمك واحد. يعني ما تعمليش واحدة سمكها رفيع وبعدين تعملي واحدة سمكها تخين، علشان السوى يبقى موحد للقراقيش الحلوة بتاعتنا دي. شايفين مفيش أسهل من كده. هنبتدي برضو نقطعها زي ما انت عايزة، وهنبتدي برضو نرصها في الصينية بالشكل ده.
هندخلها الفرن بقى، هتاخد حوالي 20 دقيقة أو 25 دقيقة. انت يعني بعد أول مرور ربع ساعة كده بصي عليها وابدأي شوفي شكلها ازاي، لكنها خدت معايا أنا حوالي 20 دقيقة. تمام. وده شكلها بعد لما بردت. هنطلعها ونسيبها في الصينيه لحد لما تبرد، وبعد كده تحطيها بقى في علبه وتحتفظي بيها. ويا سلام بقى جنب كوبايه شاي وجنبها حته جبنه لايت كده، بتبقى طعمها في منتهى الجمال. كلي زي ما انت عايزه منها، مش هتتخني ابدا ابدا. لو انت عندك حساسيه من الجلوتين هتبقى انسب حاجه ليكي. لو عجبك الفيديو وصلتي معايا لحد هنا، ما تبخليش عليا باللايك، واشتركي في القناه علشان يوصلك كل جديد من الوصفات الصحيه اللي على القناه. شكرا للمشاهدة.